وبكده بنوصل للطبقة التانية من العرب، وهم العرب العاربة أو القحطانيين. وقحطان هو أبو العرب العاربة، وهو قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد. وبيقال إن قحطان هو ابن هود عليه السلام، وبعض المؤرخين بيقول إن قحطان من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، لكن أغلبية المؤرخين مالوا للرأي الأول وقالوا إن قحطان هو ابن عابر. والعرب العاربة بيطلق عليهم عرب الجنوب لأنهم عاشوا في اليمن وفي جنوب شبه الجزيرة العربية. وفي سنة 1850 قبل الميلاد قدر قحطان يوحد القبائل العربية وكون اتحاد قبلي، واللي هيكون بعد كده النواة لكل الممالك اللي هتظهر في شبه الجزيرة العربية. وبعدها أسسوا مملكة سبأ في القرن ال12 قبل الميلاد. برغم ان النصوص المدونة بخط المسند واللي لقاها المؤرخين ذكرت ان سبأ معناها حارب او قاتل، الا ان المؤرخين ذكروا ان سبأ هو شخص، وانه من نسل يشجب ابن يعرب ابن قحطان. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان سبأ كان عنده 10 أولاد، 6 منهم في اليمن و4 في الشام.